السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يكون كله تمام معاكم والامور متظبطة معاكم في اولى ثانوي، سواء في مادة التاريخ او في باقي المواد باذن الله. نبدأ حل تدريبات الدرس الاول مع بعض النهاردة، درس الحضارة والتاريخ. نركز مع بعض ونفهم طريقة حل الأسئلة عشان نقدر نستفاد. نسمي الله ونروح من السؤال الأول. بيقول لي: يتضح من تحليل البيانات الموضحة على العملة المقابلة أنها تنتمي لعصور تاريخية تتسم بإيه بالتحديد؟ هنا مش جايب لي العصور، لكن أنا لازم أحط كل واحدة من دول في العصر بتاعها. فهنروح مثلا لسيادة نظام الإقطاع في أوروبا، ده كان طبعا في العصور الوسطى. انتشار حركة الاستعمار الأوروبي، ده كان في العصور الحديثة. قيام حروب عالمية مدمرة، ده كان في التاريخ المعاصر. ازدهار الحضارة في بلاد الشرق، ده كان في العصور القديمة. لو انا ركزت على العملة اللي قدامي دي ورحت طلعت اي معلومات اقدر استفاد بيها من العملة دي، هتلاقي في تاريخ مكتوب هنا تقريبا سنة 1899. التاريخ اللي قدامنا ده بيحل لي السؤال طبعا. 1899 دي كان في العصور الحديثة، والعصور الحديثة كان فيها حركة الاستعمار الأوروبي. فانا الاجابه هنا هتكون انتشار حركه الاستعمار الاوروبي طبعا. السؤال الثاني: من نتائج الثوره الفرنسيه 1789 القضاء على النظام الاقطاعي. يستدل من العباره السابقه ان نظام الاقطاع كان معمولا به في فرنسا خلال العصور التاريخيه. هنا بيقول لي نظام الاقطاع كان فهني فتره، فنظام الاقطاع ده كان موجود في العصور الوسطى، عصور الجهل والتخلف اللي كانت بتعيشها اوروبا. طيب كمان بيقول لي الثوره الفرنسيه بقى والقضاء على النظام الاقطاعي، ده كان طبعا كان عندي كمان في العصور الحديثه. فهنا طبعا ده يبقى في العصور الوسطى والعصور الحديثه. دي الفتره بتاعت اللي هي النظام الاقطاعي والقضاء عليه، وكمان بدايه النهضه الاوروبيه بقت وكده، ده موجود طبعا في العصور الحديثه. 3. عثر بمدينه جرزه في محافظه الجيزه على 4 اختام اسطوانيه تنتمي إلى حضارة الوركاء وجمدة نصر في العراق. يعبر مضمون العبارة السابقة عن أحد أهداف دراسة التاريخ. هنا بيقول لك لقينا أختام من حضارة العراق، لقيناها عندنا في مصر في الجيزة. ده اسمه إيه؟ ده اسمه طبعا الابتعاد عن التعصب، لأن ده تواصل حضاري ما بين الحضارة المصرية وحضارة بلاد العراق. السؤال الرابع: تخطت مظاهر الحضارة نطاق محيط الكرة الأرضية. الحضارة طلعت بره الكرة الأرضية، بره كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه. ده كان طبعا في العصور أو في التاريخ المعاصر، كان من إيجابيات التاريخ المعاصر اللي هو هبوط الإنسان على سطح القمر وكده. طيب رقم 5: ظهر الاعتماد على الطاقة الحفرية كبديل عن القوى العضلية في الإنتاج خلال. الطاقة الحفرية هنا المقصود بيها البترول والفحم. فبيقول لك هنا بقينا بنعتمد بقى على البترول والفحم والكلام ده، وما بقيناش بنعتمد على قوة الإنسان ذات نفسه. ده كان في أهني فترة؟ ده كان طبعا في العصور الحديثة، مع طبعا الثورة الصناعية والنهضة الأوروبية اللي قامت في أوروبا. طيب رقم 6: حدد أي من الصور الآتية تعبر عن أحد مظاهر الحضارة التي نشأت في العصور الوسطى. عايز واحدة من دول كانت موجودة في العصور الوسطى. في العصور الوسطى كان منتشر الإسلام في الفترة دي، وبناء على كده هختار طبعا الجامع الأزهر، لأن معبد أبو سمبل ده كان في العصور القديمة، برج إيفل ده طبعا في العصور الحديثة، وأهرامات الجيزة في العصور القديمة. رقم 7: يرجع فتح القائد الأموي قتيبة بن مسلم بلاد ما وراء النهر إلى. شوف كل الفتوحات الإسلامية اللي عندنا هتلاقيها عصور وسطى، لأن الفترة بتاعت العصور الوسطى شهدت انتشار كبير لحركة الفتوحات الإسلامية للقادة المسلمين. يبقى أي فتح إسلامي على طول هتختار عصور وسطى. السؤال رقم 8 بيقول لك هنا: اتسمت العصور القديمة عن غيرها بإيه؟ ايه من دول كان العصور القديمه بتتميز عن باقي العصور؟ كان في تركز مثلا للحضارات في الغرب؟ لا طبعا، كانت الحضارات في الشرق وفي الغرب. حركه الكشوف الجغرافيه؟ لا دي كانت موجوده في العصور الحديثه. الصبغه الدينيه؟ لا برضه، لان دي كانت موجوده في العصور الوسطى. لكن هنا هتبقى ازدهار الحضارات الشرقيه والغربيه. ده الحضارات الشرقيه طبعا زي مصر وفينيقيا والعراق، والحضارات الغربيه زي اليونان والرومان. طيب رقم 9: قام محمد علي بالتخلص من المماليك في مذبحة القلعة، ومديك تاريخ 1800. وأي تاريخ في 1800 على طول هتختار عصور حديثة، لأن من 1453 لحد 1914 الفترة دي بتاعت العصور الحديثة. تمام. رقم 10: ظهر التناقض في مظاهر الحضارة
باوروبا تناقض، يعني اختلافات في حلو وفي وحش، في ايجابيات وفي سلبيات، ده كان موجود طبعا في التاريخ المعاصر. رقم 11، دخلت المسيحيه الى مصر على يد القديس مرقس في القرن الاول الميلادي. ينتمي الحدث السابق الى بداية، ركز في الحتة دي، بداية ظهور المسيحية واليهودية كانت في العصور القديمة، تمام، لكن انتشار المسيحية وانتشار الإسلام ده كان في العصور الوسطى. زائد ان هو مدين القرن الاول الميلادي كمان، فطبعا ده في الفترة بتاعت العصور القديمة. رقم 12، يوضح محتوى الشكل المقابل خريطة قام برسمها العالم محمد بن حوقل وتنتمي إلى، طبعا دي سهلة جدا، دي ممكن تجاوبه من خلال عالم مسلم وعمل إنجاز عظيم، فكان ازدهار الحضارة الإسلامية ده كان موجود في العصور الوسطى. ولو رحت برضه للتاريخ ممكن تروح للتاريخ اللي هو تحت ده 977، ده طبعا كان العصور الوسطى، لأن العصور الوسطى بتبدأ من 467 لحد 1453. نروح للسؤال رقم 13، ظهرت آخر الديانات السماوية الثلاث. إيه هي آخر الديانات السماوية؟ ده الإسلام. طيب الإسلام انتشر في أنهي فترة؟ هتقول لي يا مستر العصور الوسطى. رقم 14، يتشابه التاريخ المعاصر مع العصور الحديثة في بعض الملامح. تاريخ معاصر وعصور حديثة هما الاتنين بيتشابهوا مع بعض في إيه؟ اللي هما آخر فترتين دول طبعا كان استقرار الحضارة في الغرب، لأن في العصور الحديثة كانت الحضارة في أوروبا، وبرضه في التاريخ المعاصر هي الحضارة استقرت عندهم في الآخر هناك عندهم في أوروبا، فاستقرار الحضارة فعلا في الغرب. طيب 15، كانت نقطة الالتقاء بين العصور الوسطى والعصور الحديثة، حاجة في النص كده ما بين الوسطى والحديثة، ده كان موجود طبعا الفتوحات الإسلامية، لأن الفتوحات الإسلامية وفتح القسطنطينية بالتحديد 1453 ده كان بداية لظهور التاريخ أو العصور الحديثة. طيب تعالى السؤال رقم 16، اكتشف البرتغاليين طريق الموضح بالاسهم في الخريطه المقابله من خلال، طبعا الطريق اللي قدامك ده الطريق اهوت الدوران حول قاره افريقيا، ده طبعا طريق راس الرجاء الصالح، وده اكتشاف جغرافي، واحنا قلنا ان كل الاكتشافات الجغرافيه كانت في العصور الحديثه. رقم 17، يتمثل القاسم المشترك بين مفهوم الحضاره والتاريخ. يعني ايه حضاره؟ هي ثمره مجهود الانسان، اي حاجه بيقوم بيها طبعا نتيجه تفاعله مع البيئه. كمان التاريخ هو النشاط او دراسه النشاط الانساني البشري، يعني ايه؟ يبقى الاتنين بيتشابهوا مع بعض في ايه؟ سواء الحضاره والتاريخ بيتشابهوا مع بعض في النشاط البشري، الانسان هو اللي بيعمل الحضاره والانسان هو اللي بيكتب التاريخ. رقم 18، ركز ويل ديورانت في مفهومه للحضاره على، ويل ديورانت لما جاء اتكلم وقال ان حضاره نظام اجتماعي يعين الانسان على زياده انتاجه الثقافي، والانسان لو تخلص من خوفه هتظهر لديه دوافع التطلع والابداع والانشاء والعمران. ده معناه ايه؟ معناه التقدم في العمران والفن، لان ويل ديورانت ما اتكلمش على الجوانب الاقتصاديه، ولا اتكلم عن تاثير الدين، ولا اتكلم حتى عن الجوانب الماديه، لا، انما اتكلم عن العمران والفن. 19، جاءت البدايه الحقيقيه لظهور اقدم الحضارات على سطح الارض نتيجه ظهور اقدم الحضارات. هي الحضاره نشأت بسبب ايه؟ بسبب استقرار الانسان ومعرفته للزراعه، فبسبب الاستقرار والزراعه ساعدته على بناء الحضاره، فهنا هختار طبعا الاستقرار والامن، هم دول العامل اللي ساعد على قيام الحضاره. السؤال رقم 20 على فكره زي 19، حدد اي من الانشطه الاقتصاديه الاتيه تعد الاكثر اسهاما في نشاه اقدم الحضارات الانسانيه. برضه هختار الزراعه، لان في حضارتين قاموا على الزراعه زمان، الحضاره المصريه القديمه وحضاره بلاد العراق، الاثنين حضارات زراعيه. 21، نستنتج من تحليل الخريطة المقابلة أن المسطح المائي الذي نشأت على سواحله أكبر عدد من حضارات العالم القديم هو إيه؟ أكتر مكان من دول ظهرت عنده حضارات؟ هتقول لي يا مستر بسيطة جدا، البحر المتوسط ظهرت عنده حضارات كتير، زي الحضارة المصرية القديمة، حضارة فينيقيا، حضارة اليونان، حضارة الرومان، كلهم ظهروا طبعا على حوض البحر المتوسط أو على ساحل البحر المتوسط. رقم 22، تنوعت الإسهامات الحضارية للغرب عبر التاريخ، إلا أن هذه الإسهامات تقلصت، يعني قلت ضعفت. طبعا أوروبا كانت إيه الفترة اللي كانت أوروبا بتعيش فيها جهل وتخلف؟ طبعا تقول لي يا مستر العصور الوسطى، دي الفترة اللي ما كانش عندهم حضارة في الفترة دي. طيب 23،
تتواصل الأمم والحضارات على مر العصور وتتأثر ببعضها عن طريق الأخذ والعطاء. احنا قلنا الحضارات في بينها تأثير وتأثر، في بينها أخذ وعطاء في ضوء العبارة السابقة. من أهم ما يجب الحفاظ عليه عند التواصل الحضاري، إيه الحاجتين اللي بيميزوا كل حضارة عن التانية وما ينفعش تتشابه فيها؟ كنا بنقول إن في حاجة اسمها الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية. طب الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية ده اللي هو الثقافة والعقيدة. طيب تعال نشوف السؤال رقم 24. يعد أول ظهور للحضارات العظمى بالغرب. أول مرة تظهر الحضارات في الغرب كان فين بالتحديد؟ كانت يا مستر في بلاد اليونان، لأن المكان الأول اللي ظهرت فيه اليونان، ثم بعد كده تاني مكان لو طلبوا مني بقى هقول له الرومان. رقم 25. حدد أي من أنماط السكان الآتية تعد أقل إسهاما في تطور الحضارات الإنسانية قديما. أكيد ناس بيعيشوا حياة غير مستقرة، حياة كلها تنقل وترحال، فهم البدو بسبب الطبيعة بتاعتهم. 26. توضح الصورة المقابلة أن مكتبة الإسكندرية التي تم بناءها أول مرة في عهد البطالمة، ويعبر إعادة إحيائها مرة أخرى حديثا عن أحد أهداف دراسة التاريخ. ان احنا مكتبه اسكندريه دي جددناها وطورناها وظبطناها ومش عارف ايه، فكده انت يا مستر عندك شعور بالمسؤوليه، انت بتجدد في المكتبه، انت بتهتم بيها، ده حاجه سابها لنا او من مكاسب المجتمع، يبقى شعور بالمسؤوليه لان احنا مش عايزينها تتدمر اكيد. 27. اعتمد الرئيس انور السادات على الخداع الاستراتيجي واستخدام عنصر المفاجأة الحربية، وكان أحد العوامل التي ساهمت في تحقيق النصر في حرب أكتوبر 73، والذي كان من عوامل هزيمتها في عدوان يونيو 67. تؤكد العبارة على أن تحقيق السادات لأحد أهداف دراسة التاريخ، وهو بيقول لك هنا إن إحنا إسرائيل غفلتنا في حرب 67 واستخدمت المفاجأة الحربية والطيران ضدنا، فاحنا استفدنا. الرئيس السادات استفاد من الغلط ده وقال انا مش هكرر الغلط تاني، انا هعمل حسابي قوي للمفاجأة الحربية وسلاح الطيران وهظبطهم. كده السادات استفاد من استخلاص العبر، حاجة حصلت غلط اتغفلنا فيها زمان لكن مش هنكرر الغلط ده تاني. 28. يتضح من خلال دراسة العصور التاريخية أن أكثر المناطق التي استقرت بها الحضارة لأطول فترة زمنية كانت في الشرق الأوسط. في الشرق استمرت الحضارة هنا أكتر من 1000 سنة، فده أطول فترة استقلت فيها الحضارة طبعا. 29. ساهمت حركة الكشوف الجغرافية بالعصور الحديثة. الكشوف الجغرافية ترتب عليها إيه؟ قلت لك يا باشا احفظ لي الأربعة دول بالترتيب. عندي فيه نهضة أوروبية، ثم ثورة صناعية أدت إلى كشوف جغرافية أدت إلى حركة الاستعمار الأوروبي. شغل دماغك معايا، دول الأربعة دول بالترتيب. بيقول لك إيه اللي هيحصل بسبب الكشوف الجغرافية؟ خلاص هم استكشفوا أماكن فيلا بينا نحتلها بقى. 30. استطاعت الدولة العباسية فتح جزيرة صقلية، أي فتح إسلامي عصور وسطى. ظهرت الانتكاسة الحضارية للقارة الأوروبية بوضوح في العصور التاريخية. الانتكاسة يعني الضعف، يعني التدهور الحضاري. أوروبا كانت عندها جهل وتخلف إمتى؟ في الوسطى يا مستر. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده رقم 32. أمامك صورة لأثر سجل أمامك صورة لأثر سجل عليه الفرنسيين انتصاراتهم خلال عايز الفترة اللي اتبنى فيها قوس النصر ده في باريس. هنا بيقول لك في القرن ال19 يعني سنة 1800 وشوية، وطالما 1800 وشويه يبقى هتختار على طول عصور حديثه يا مستر، لان من 1453 لحد 1914 ده عصور حديثه. بعد 1914 بقى لحد دلوقتي بسميه تاريخ معاصر. 33. رفض محمد علي مشروع قناه السويس قائلا لا اريد بوسفورا في مصر، مش عايز اي حد يتدخل في شؤون مصر غيري، اشاره الى مضيق البوسفور التركي والذي كان سببا في تدخل الدول الاوروبيه. هناك عندهم لقاهم ان هم بسبب المضيق ده تدخلوا في شؤون تركيا وسيطروا على البلد، فقال لهم لا انا الكلام ده ما ينفعنيش، مش عندي الكلام ده. كده محمد علي عمل ايه؟ استخلاص العبر من تاريخ الامم، لان استفاد من غلط زمان اتعمل اللي هو طبعا مضيق البوسفور والتدخل فيه. رقم 34. تتميز الحضارات بانها سلسله متصله الحلقات من تيار حضاري عام متدفق. طيب ده اسمه ايه؟ اسمه الحضارات سلسله متصله الحلقات، ده اسمه ابتعاد عن التعصب طبعا لان الحضارات كلها بتكمل بعضها. 35. يتضح من خلال تحليل مضمون النص والصوره المقابلين ان المتحف القبطي دليل على
المتحف القبطي ده بيقول لك ايه؟ يقع داخل اسوار حصن بابليون، ويتسم بالطابع القبطي، ده اول حضاره، الممزوج بالتقاليد المصريه القديمه، تاني حضاره، والهيلينستيه اليونانيه يعني تالت حضاره، والبيزنطيه الرابع حضاره، والاسلاميه خامس حضاره. كل ده اسمه ايه؟ اسمه تواصل حضاري وفكري، لان كل الحضارات بتتواصل مع بعضها، والدليل على كده المتحف القبطي داخله كميه حضارات كبيره. 36. يعتقد الفيلسوف الألماني أوزوالد سبينجلر أن الحضارات مثلها مثل الكائنات الحية، تولد وتنضج وتزدهر ثم تموت. يستدل على صدق مضمون العبارة السابقة من خلال ما حدث للحضارة الأوروبية في العصور. بيقول لك حضارات بتتولد وبعد كده تكبر وتنضج ثم بعد كده تروح في داهية وتموت. ده حصل لأوروبا امتى؟ حصل في العصور القديمة والوسطى. الدليل على كده ان الحضارات الأوروبية الغربية بدأت في العصور القديمة. طب وضعها كان عامل ازاي في العصور الوسطى؟ زي الزفت، كان في جهل وتخلف، ماتت فعلا. تمام. 37. يرتبط اضمحلال وانهيار حضاره المدينه الموضحه في الصوره المقابله ببدايه مين المدينه دي؟ بيقول لك مدينه روما. طب مدينه روما دي لما انتهت وسقطت مدينه روما، من الفتره اللي بدات؟ هتقول لي يا مستر سهله جدا، في العصور الوسطى، لان نهايه العصور روما دي نهايه العصور القديمه وبدايه العصور الوسطى. ما هو هنا بيقول لك بدايه ايه بقى؟ بدايه العصور الوسطى. 38. عايزين نلحق صلاه العشاء اذنت. 38. ادى قيام الثوره الصناعيه في اوروبا الى ظهور احد سلبيات العصور الحديثه المتمثله في ايه؟ الثوره الصناعيه اللي في اوروبا دي ادت الى ايه بقى؟ الثوره الصناعيه، فبقوا عايزين مواد خام، فعملوا كشوف جغرافيه، فادت الى الاستعمار الاوروبي طبعا. تظهر العلاقة بين العصور الحديثة والتاريخ المعاصر. في العصور الحديثة والتاريخ المعاصر هما الاثنين موجودين مع بعض، مرتبطين مع بعض في ايه؟ حد ممكن يقول لي الثورة الصناعية وحركة التحرر من الاستعمار؟ لا، الثورة الصناعية ما كانش لها علاقة بحركة التحرر، كان لها علاقة بالاستعمار ذات نفسه. طب حركة الاستعمار الأوروبي والثورة المعلوماتية؟ لا، مش تبع بعض. كشوف جغرافية واستكشاف الكواكب الأخرى؟ برضو لا، كان ليها علاقة بحركة الاستعمار الأوروبي وقيام الحروب العالمية المدمرة، لأن الدول كلها بقت بتبحث عن مناطق جديدة تحتلها، فكلهم حاربوا بعض، فقامت الحروب العالمية بقى زي الحرب العالمية الأولى. رقم 40. تجددت دماء الحضارة في مصر وفي بلاد العراق خلال العصور الوسطى بفضل إيه؟ الحضارة تقدمت بشكل كبير في مصر وبلاد العراق، ده كان سبب الفتح الإسلامي وانتشار الفتوحات الإسلامية طبعا وانتشار الحضارة. طيب، ترتبط معطيات الصورة المقابلة ببعض السمات التي تتميز. جايب لك مفاعل نووي، والمفاعل النووي مطلع دخان وبيلوث البيئة وحالته زي الزفت، ده طبعا من سلبيات التاريخ المعاصر. ينطبق مضمون النص المقابل مع احد اهداف دراسه التاريخ المتمثله. بيقول لك في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لا يجوز في الدول التي توجد بها اقليات عرقيه او دينيه او لغويه، ما ينفعش ان انت تحرمهم من حقوقهم خالص وتسيبهم يعملوا صلواتهم وشعائرهم ولغتهم وكل الكلام ده. ده اسمه طبعا ابتعاد عن التعصب، لان انا مش هحرمهم من لغتهم. نستنتج من تحليل معطيات الخريطه المقابله من خلال الخريطه اللي قدامك دي تقدر تستنتج ايه؟ هل استقرار جميع الحضارات في الشرق؟ لا، ده في حضارات في الغرب. اعتبار اوروبا منبع الحضارات؟ لا، ده كان الشرق. تدفق التيار الحضاري شرقا وغربا؟ هي دي فعلا اللي صح. اقتصار الحضارات على العالم القديم؟ لا، طبعا كان في حضارات في العالم الجديد. فطبعا تدفق التيارات شرقا وغربا. السؤال اللي بعد كده 44. يؤكد مضمون الصورة المقابلة على فقدان أحد أهداف دراسة علم التاريخ، وهي واحد طبعا بيحب حبيبته اسمها آية تقريبا أو أسماء، راح كاتب لها حرف الإيه بقى تروش قوي هو على أحد الآثار. كده بيقول لك إحنا كده فقدنا هدف من أهداف دراسة التاريخ، وهو طبعا هنا تنمية الشعور بالمسؤولية. ده مش موجود، الشخص اللي عمل ده ما عندوش مسؤولية. 45. تركزت الحضارات التي يتناولها الكتاب الموضح بالصورة. لو زومت على الصورة كده بيقول لك حضارات العالم القديم، حضارة مصرية وحضارة فرعونية ويونان ورومان وكلام من ده. ده طبعا حضارات الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط. رقم 46. يتفق النص المقابل مع أحد أهداف دراسة التاريخ، وهو بيقول لك قد أختلف معك في الرأي، أنا ممكن أختلف معاك ولكني مستعد أن أقدم حياتي ثمنا لتعلن رأيك. عمري يعني حياتي كلها كده عشان انت تعبر عن رايك. ده اسمه ابتعاد عن التعصب. 47. ترتبط الصوره المقابله باحدى الحضارات التي اتسمت بانها
ده طبعا مبنى الكوليسيوم في الحضاره الرومانيه. طيب الحضاره الرومانيه دي لها علاقه بمين من دول؟ اخر حضارات العصور القديمه. مظبوط يا مستر، لان العصور القديمه انتهت بسقوط الامبراطوريه الرومانيه الغربيه اللي هي روما، صح، من غير ما تكمل باقي الاختيارات. 48 يتماشى الدور الذي تقوم به الجمعيات المدنيه في المبادره المقابله مع احدى اهداف دراسه التاريخ والمتمثله في، بيقول لك هنا مبادرة حياة كريمة بتحسن طبعا حياة الطبقات الأكثر احتياجا في الريف وبتساعدهم وبتقف جنبهم وكده. ده طبعا اسمه شعور بالمسؤولية. 49 انتقلت مظاهر الحضارة الأوروبية إلى أستراليا. أستراليا دي من قارات العالم الجديد، يعني كشوف جغرافية، يعني اكتشافات. طب كل الكلام ده كان في أنهي فترة؟ كان في العصور الحديثة. نكتفي بهذا القدر، احنا كده حلينا تدريبات الدرس كاملة. بإذن الله نشوفكم مع شرح الدرس الثاني وحل تدريبات الدرس الثاني، واشوفكم على ألف خير.